علشان نفهم المصيبة دي بدأت إمتى لازم نرجع للتاريخ ثواني ونتكلم بدقة. سنة 1950 الدكتور طه حسين كان وزير للمعارف وأقر مجانية التعليم قبل الجامعي، وقال جملته الشهيرة: التعليم كالماء والهواء. وبعده بسنين الرئيس جمال عبد الناصر كمل المسيرة وخلى مجانية التعليم تشمل الجامعات كمان. الهدف إن التعليم كان يرفع ابن الفلاح والعامل ويخليهم في الطبقة المتوسطة. بس احنا نسينا الهدف ده تماما وخدنا السكة الغلط. الأهالي في مصر ما بيدفعوش فلوس في السناتر للتعليم بجد، ولا عشان ابنهم يطلع مخترع أو عالم. الأهل بيدفعوا فلوس عشان يشتروا لقب لابنهم، يا باشمهندس يا دكتور، علشان يهربوا من كلام الناس ونظرته. احنا كمجتمع بنتنمر على أي طالب بيخش دبلوم أو كلية نظرية. كلمة يا فاشل بتبقى جاهزة على لسان كل خال وعم، فالأب بيستنزف مدخراته وبيبيع دهب مراته مش علشان مصلحة ابنه العلمية، لكن علشان يرضي غرور العيلة ويحمي نفسه. احنا بنشتري المنظرة على حساب صحة عيالنا النفسية.